بعد الفيديو الذي هز المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر من خلاله طفل مراكشي ملقب بتيكوتا يبكي بطريقة مؤلمة حول حرمانه من خوض التدريب رفقة الناشئين بالفريق المراكشي، قام مدرب فريق الفتح الرباطي ببادرة إنسانية حيث استقبل الطفل عبد الكريم بنادي الفتح الرباطي. وحسب الصفحة الرسمية للفريق الرباطي، سيمكث الطفل الملقب بتيكوتا بمدينة الرباط لمدة أسبوع، يخوض من خلال هذه الفترة تدريب رفقة الناشئين على أن يشارك في مباراة ودية بملعب مولاي الحسن. وتفاعلت الجماهير المغربية بشكل كبير مع هذه البادرة الإنسانية. هذا وكان أحد المحسنين تدخل وتكفل شخصية بمصاريف التسجيل والانخراط ومواكبة طفل تيكوتا لكي يتمكن من تحقيق حلمه الكروي وينمي موهبته بمراكش. كل جديد اشترك الآن.